السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مليون مبروك لكل الشعب المغربي ولكل الشعب العربي. تهنئة جاية متأخرة شوية، لكن أنا من فرحتي امبارح بصراحة الواحد طلع احتفل مع أصحابه، وقررت إن أنا أعمل مفاجأة كبيرة، إن أنا أشتري السلسلة والميدالية دي. السلسلة دي اشتريتها مخصوص لما المنتخب المغربي فاز على منتخب فرنسا، وعندي مفاجأة كبيرة ان شاء الله لما نشيل كأس العالم بإذنك يا رب. المغرب ضد المنتخب الفرنسي، الحمد لله المنتخب المغربي كسر العقدة بتاع المنتخب الفرنسي اللي طلع لنصف نهائي 2022 لو تفتكروا، وطلعنا لنصف نهائي الأولمبياد. بس النهاردة ما كانش نص بقى، النهاردة كان النهائي، الشغل العالي، نهائي كأس العالم. طلعنا من نص نهائي 2005، بس النهاردة النهائي الحمد لله الحمد لله، رغم كيد الحاقدين والحاسدين، ورغم كل اعلام الجوار وكل الناس اللي ما بتحبش الخير للمغرب واللي بيكرهوا فوزي لقجع، غصب عنهم المغرب وصل لنهائي كأس العالم. انت متخيل انا بتكلم في ليفل ايه؟ ليفل الوحش، ده اسمه ليفل الوحش، ده علم الاشبال اسود المغرب اللي وصلوا لنهائي كأس العالم 2025 للشباب. الحمد لله والفضل لله ومبروك لفوزي لقجع والجامعة الملكية المغربية والملك محمد السادس. والفرحة الواحد مش قادر والله العظيم من امبارح، والواحد عنده كمية سعادة غير طبيعية بصراحة. الدولة المغربية واللي طبعا وفروا للشباب كل حاجة كانت متوفرة للمنتخب ده، الحمد لله. النهاردة بنشوفهم بياخدوا حقهم وبيلعبوا النهائي بتاع كأس العالم، وإن شاء الله إن شاء الله يعوضونا عن اللي حصل في كأس العالم في قطر بإذن الله، يشيلوا كأس العالم على حساب الأرجنتين رغم كل الحقد وكل الغل. لكن المغرب بنت ملاعب، المغرب ناس كتير بتقول ايه ده، بس والله الملعب ده ومش عارف، ملاعب عالمية محدش يتكلم تاني ولا حد يقول تاني. وهم بقى اللي كانوا بيتكلموا عن المغرب وعلى فوزي لقجع، الصدمة الكبيرة جدا جدا اللي جات لهم النهاردة لما المغاربة أثبتوا للعالم كله إنهم منظومة كروية عالمية لازم تحترمها غصب عنك، مش مجرد فريق بيكسب بالصدفة. ده ما مش فرق بتكسب بالصدفة، لا، الناس دي بتشتغل بما يرضي الله، وبتشتغل بنظام وبحساب للجميع. بعد 11 سنة ما كناش بنتأهل، احنا استقبلنا الناس بكل احترام. شوف بقى الفرق الكبير جدا، شوف الناس اللي بتفكر وبتشتغل وبتخدم بلادها، خلي بالك من الكلام، والناس اللي بتفضل تحقد وتتكلم بس. المغرب طلعت شبابها ووصلت بيهم لنهائي كأس العالم. شوف بقى احنا ايه، نفخنا مين وضربنا مين وخرجنا مين. منتخب اسبانيا بطل اوروبا، منتخب البرازيل بطل امريكا الجنوبيه، منتخب فرنسا، كوريا الجنوبيه، ما سبناش حد. المنتخب المغربي داس على الكل، والنهارده كمان خرجنا المنتخب الشرس المنتخب الفرنسي. والله العظيم انا الكلام ده انا بقوله من كل قلبي، ان الفرحة اللي كان الواحد فيها كانت فرحة رهيبة جدا جدا جدا. ضربات الجزاء والصدمة لما لاعب منتخب المغرب ضيع ضربة الجزاء، قلت احنا ملناش حظ بقى، نروح بقى نهائي كاس العالم بقى، كفاية كده، عايزين حد بقى يروح كاس العالم. والحمد لله الحمد لله الحمد لله قدرنا بالحارس التبديل العبقري اللي عمل وهبي بخروج الحارس الثاني ونزول الحارس الثالث، قدر انه يتصدى لركلتين جزاء، ما شاء الله، صد الهدف الاخير ببراعه. يعني فعلا كل التحيه للحارس المرمى اللي نزل ده، حارس مرمى محترم، برافو برافو عليه وعلى المنتخب كله اللي قدم دروس في كرة القدم. 1000 مليون مبروك مرة تانية و10 ومليون للشعب المغربي. 1000 مليون مبروك للملك وللجامعة الملكية المغربية والدولة المغربية على الإنجاز التاريخي. دي أول مرة في التاريخ
منتخب عربي، منتخب عربي اصيل يوصل لنصف نهائي كاس العالم ويروح نهائي كاس العالم. حاجه مش سهله يا جماعه، والله مش سهله، وما بتجيش بالصدفه، ما بتجيش بالصدفه. والله العظيم الواحد تعب. الفرحه الكبيره اللي الواحد عاشها امبارح وكانت متلخبطه جوايا جدا، والواحد حاسس ان في حاجه غريبه وحاجه محسساك بسعاده غامره. فعلا الواحد مش عارف يعبر فعلا. مبروك، مبروك لكل الشعب المغربي الانتصار الكبير. مبروك عليكم التأهل لنهائي كأس العالم. ان شاء الله ان شاء الله في مفاجآت كبيرة جدا. انا عندي احساس والواحد عنده راحة نفسية مع نفسه كده، وحاسس ان كأس العالم ده بتاعنا. كأس العالم ده منتخب المغرب هيشيله بإذنك يا رب، بإذنك يا رب هيشيله إن شاء الله، ونجمع كل البطولات دي ونروح كأس العالم 2026 ونكتب التاريخ تاني وتالت ورابع. لازم المغرب تعيد التاريخ تاني وتالت ورابع بإذن الله. المدرب وهبي اللي عرف يدير الماتش ال 120 دقيقة، تحية كبيرة هنا من مصر. أنا بحترمك جدا كمدرب، أنت مدرب محترم، مطلع جيل محترم، جيل تقدر تلعب بيه كأس العالم 2026. يعني لو قلت المنتخب الكبير ما يلعبش، الجيل ده يلعب، يقدر يلعب ويعمل مفاجآت كمان. في لاعيبة كانت مصابة وكانت بتقاتل في الملعب، كانت ملحمة امبارح. انت بتتفرج على ماتش تحس انها معركة. الجماهير كانت ما شاء الله مولعة المدرجات، وكل الناس كان عندها تفاعل كبير جدا. وما اكدبش عليكم، انا وصلت لدرجة الواحد مش عارف يعمل ايه عشان نوصل نهائي كاس العالم. نفسي انزل العب معاهم، نفسي انزل العب معاهم واساعدهم. الفرحة نستنا كل التعب وكل التوتر اللي عشناه امبارح في مباراة المنتخب المغربي ومنتخب فرنسا. اشبال المغرب اسود الاطلس، الناس اللي كانت بتقلل من المغرب، شوف الاستقبال كان عامل ازاي. استقبال عالمي بيليق بالمنتخب العالمي اللي بنشوفه. الناس في المغرب بتحتفل، الناس فرحانة، مش علشان بس التأهل، لا علشان تعب السنين وصل وتوج بمجهود اللاعبين دول وبمجهود الناس اللي وفرت لهم كل الظروف ان يوصلوا لنهائي كأس العالم. النهاردة يوم فرح، وهيفضل ان شاء الله يوم فرح باذن الله. الفرحة الكبيرة، الفرحة الكبيرة باذن الله هتكون في النهائي. انا مش هتكلم كتير عن تكتيك وخطط واللي عمله المدرب العبقري وهبي، لا، النهاردة كله فرح والنهاردة كله احتفال بالتأهل لنهائي كأس العالم. لكن مش عايز الفرحة تنسينا. انا عندي المباراة الجاية دي مباراة حياة وموت. مباراة الارجنتين مباراة رد الاعتبار، مباراة بتكتب التاريخ كله. هنكتب التاريخ ونقلب الصفحات كلها. المنتخب المغربي النهاردة في نهائي كأس العالم، ودي حاجة تاريخية بجد. اللي معاهم من البداية، الناس اللي معايا من البداية عارفة أنا بقول إيه. الرجالة دي فعلا علمت الناس يعني إيه كرة القدم. شوف الركراكي مثلا في ماتشات قبل كده متعطل شوية مع الكونغو مع البحرين، بس النهاردة المغرب غير. المغرب نار، المغرب نار وشرار. وكل واحد الناس اللي بتحسد ربنا يعمي عيونهم. انت اتمنى الخير للمغرب. المغرب رافعة راس العرب كلهم. المغرب عاملة ملحمة تاريخية في كاس العالم. يا سلام بقى اللعيبة بقى، شوف نص الملعب واللعيبة اللي كانوا زي السباع في الملعب، مش بني ادمين، ما شاء الله، اسود الاطلس بمعنى الكلمة. تعبنا شوية قدام فرنسا، بس هنتعب اكتر قدام الارجنتين، لكن احنا قدها وقدود، ونقدر والله العظيم نعمل المفاجأة الكبيرة. وربنا ان شاء الله شايل لنا الخير في المباراة القادمة امام الارجنتين. انا بقول لكل الولاد اللي لعبوا المنتخب المغربي امام المنتخب الفرنسي كل التحية وكل التقدير لكم. لازم تقاتلوا بجد. لازم الكاس ده يبقى موجود في المغرب. لازم كاس افريقيا يبقى موجود في المغرب. خليتوا العالم كله يتكلم عن المغرب. والله العظيم الواحد مش لاقي اي كلام يعبر بيه عن الفرحة الكبيرة والانجاز الكبير اللي عمله المغرب. بص يا سيدي، الناس اللي بتتكلم بقى والناس اللي بتحب ان هي تقول اي كلام،
اللي وصلوا نهائي مونديال كاس العالم عشان غلبوا الصومال. فرحه واحتفالات وزاريه. امال لو وصلت نهائي كاس العالم هتعمل ايه؟ انت متخيل الليفل اللي انا بتكلم فيه؟ انتوا الناس دي مش فاهمه ولا انا اللي مش فاهم ولا ايه يا جماعه؟ والله العظيم الفرحه كبيره وفرحه مش عاديه. العلم المغرب الواحد لما بقى بيشوفه بقى بيحس براحه نفسيه ان في حاجه حلوه هتحصل. هنفرح النهارده باذن الله، هنفرح ان شاء الله في المباراه القادمه امام المنتخب الارجنتيني. ما تنسوش تقولوا ايه رايكم في الفيديو، وكل الناس تبارك للشعب المغربي ولجمهور المغرب، ومبروك لكل العرب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.